اخوان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وتحياتي لجميع اعضاء الصفحه. في هذا الفيديو غندير واحد المقارنه ما بين الاثمنه ديال المواد الغذائيه في السنه الماضيه والاثمنه ديال المواد الغذائيه حاليا بعد حدث التضخم. مثلا هاد الزيت هادي كانت كدير 50 درهم ديال 5 يطرو هاد العالمه، وهاد الكونفيتير حتى هو كان كيدير 15 درهم، وهاد الفرماج كان كيدير 8 درهم، وهاد فيرميسيل 3 درهم فاصله 50، وهاد القهوه 14 درهم فاصله 50 باش كانت كتباع، وهاد الزبده كانت كتباع حتى هي ب5 دراهم، وهاد الطون ديال 3 كانوا كيتباعوا ب20 درهم. يعني الا شدينا الزيت 50 درهم، زدنا عليها كونفيتير 15 درهم، زدنا عليها الفرماج 8 درهم، زدنا على فيرميسيل 3 دراهم ونص، زدنا على القهوه 14 ونص، زدنا على الزبده 5 دراهم، زدنا على الطون 20 درهم. الطوطال ديال هاد السلعه كامله غادي يعطينا 116 درهم. هادشي كان في واحد الحقبه. اما حاليا فهاد الزيت ولات ب 112 درهم، وهاد الكونفيتير ولا ب 25 درهم، وهاد الفرماج ولا ب 10 دراهم، وهاد الفيرميسيل ولات ب 8 دراهم فاصله 50، وهاد القهوه ولات ب 20 درهم، وهاد الزبده ولات ب 10 دراهم، وهاد الطون ولا ب 20 درهم. يعني الا شدينا جمعنا الطوطال، يعني الزيت 112 درهم، كونفيتير 25 درهم، الفرماج 10 دراهم، فيرميسيل 8 دراهم ونص، القهوه 20 درهم، الزبده 10 دراهم، الطون 30 درهم. يعني الطوطال 215 درهم فاصله 50. الا شدينا 215 درهم فاصله 50 ونقصنا منها 116 درهم، فغادا تعطينا فرق ديال 99.50 درهم. يعني تقريبا السلعه تزادت 85%. هذا كيعني بان هذاك السيد اللي كان كيتقدى ب1000 درهم في الشهر غادي يولي يتقدى ب1850 درهم، حيت تزادت عليه 85 في السلعه. 85 درهم في المجموع تزادت عليه 85%، يعني تزادت عليه 850 درهم في هذه السلعه. ومع العلم بان لي صالير باقيين هما والاوضاع الاقتصاديه مزريه، فالله يحسن الاعوان الجميع. دونك الحل الوحيد هو بنادم ياخذ داكشي اللي خاصو، القياس ديالو اللي ياخذ ويتكيس ويزير السمطه حتى تقاد الامور. القضيه غدا تاغرافها، خصوصا بان هناك زيادات اخرى في الاسابيع القادمه، مثل الفرماج غادي يتزاد حتى هو، والزيت حتى هي غادي تزاد، والعديد من المواد الغذائيه غادي تزاد. يعني بنادم الحاجه اللي تزاد يعطيها تيساوي بعد منا ويقلب على البديل وياخذ القياس ديالو. اخوان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وتحياتي للجميع. بارطاجيو معنا الفيديو الى عجبكم هذا الفيديو. السلام عليكم.